عاوز اعرف منك ايه الريد فلاج اللي لو لقيتها في البريف بتاع الكلاينت بترفضه؟ واحنا اصلا بقفل معاه الديل اتخانق معايا. الكورسات اللي هبدا اخدها عشان بس ما توهش. انت عارف دلوقتي على النت في مليون كورس وفي مليون واحد بيتكلم، فانا عاوز ابدا. فقول لي بس الخطط اللي اعملها عشان ابدا. كل براند بيبقى بيتارجت سيجمنتس معينه او شريحه معينه من الناس. هي نصيحه اي حد مبتدئ عاوز يخش مجال الميديا باينج. يعني الطريقه دي لاي حد هيعملها صح، ضمان مني انك هتجيب كلاينتس 100%. جميل. والطريقه الاولى برضو لو عملتها صح، انا بحاول ان انا اقارنه بناس مشهوره في الحته بتاعته. انترفيو، البودكاست اللي هيفتح لك دماغك قبل ما يفتح لك أبواب العالم الإبداعي. في كل حلقة بنجيب حد جامد من مجال مختلف ونقعد ندردش معاه عن الشغل، الرحلة، وأسرار المهنة اللي محدش بيقولها في الكورسات. انترفيو جديد ومجال جديد وشخص قوي وجديد في مجال الميديا باينج، فخلينا ناخد انترفيو مع احمد هلال. يلا بينا. عامل ايه؟ زي الفل، انت عامل ايه؟ الحمد لله والله انا مبسوط انا اكتر والله. بجد والله. انا مبسوط بيكم بالناس اللي قاعده دي والله انت يا حبيبي. قول لي بقى مين هلال؟ احمد هلال. مين احمد هلال؟ مم. طيب بص يا سيدي، احمد هلال ده شاب عادي جدا زي معظم الشباب، عنده 21 سنة. حلو. كنت في هندسة، كنت في كلية هندسة، قعدت فيها 3 سنين. مم. وبعد كده عملت دروب من هندسة، دخلت بيزنس. آه ما كملتش في هندسه؟ لا ما كملتش في ليه؟ هندسة. هحكي لك دلوقتي. قول لي. كان عندي ان هندسه بتاثر على البيزنس، وانا جيت كده في نقطه اتحطيت يا اما اختار ده ان انا اكبر البيزنس بتاعي واوصله لنقطه حلوه، مم. يا اما ان انا اكمل في هندسه او اركز في هندسه. حلو. انا اخترت الطريق بتاع البيزنس يعني، سبت هندسه. فسبت هندسه. حلو أوي. دخلت بيزنس هنا، والحمد لله يعني دلوقتي عندنا ايجنسي اسمها كونفرت اكس. مم. كونفرت اكس دي بمنتهى البساطه بتساعد البراندات بتاعت الاي كوميرس ان هي تسكيل وتعمل مبيعات اكتر عن طريق الميديا باينج والبرفورمانس يعني. آه والحمد لله برضو عندنا بيزنس تاني بنعلم فيه الشباب ازاي يدخلوا في مجال الميديا باينج وازاي يعملوا كارير كويس في المجال ده. حلو. الحمد لله عندنا اكتر من 1200 ستودنت دلوقتي في الكورسز بتاعتنا، مم. وتشانل اليوتيوب قدرنا ان احنا نساعد بيها اكتر من 700 الف شخص يعني. طب انا عاوز ارجع خطوه لورا. ارجع خطوة. انت دخلت ازاي المجال؟ دخلت ازاي المجال؟ بص انا دخلت المجال بالصدفة، يعني انا اصلا ما كنتش اعرف ايه الميديا باينج دي. مم. كان ساعتها اصلا كان وقتها اسمها الاعلانات الممولة، ما كانتش اسمها ميديا باينج فاهم. اعلانات فيسبوك اعلانات ممولة. عامه. امم مم. فكنت بتفرج على ناس بتتكلم في التسويق، وان التسويق ده مجال كويس تقدر انك تعمل منه فلوس ومش عارف ايه. وانا طبعا شاب اللي هو ايه في الجامعة، ما كنتش بحب برضه اخد فلوس من اهلي وبتاع، فكنت عايز اعمل فلوس يعني لنفسي، حلو. اللي هو ايه اصرف على نفسي من الاخر واخفف شويه ضغط عن اهلي وبتاع. جميل. ف دورت شويه في موضوع التسويق ده، وبعد كده قابلت بالصدفه واحد اسمه احمد صابر جلال. مم. احمد صابر جلال ده عنده قناه يوتيوب اسمها فلتكن. فلتكن دي كانت البدايه بقى، بدات ان انا اتابع الشخص ده. كان عمل كورس، قال لك بيتكلم في الميديا باينج. قال لك حلو أوي. هعلمك، ما كانش اسمها ميديا باينج بقى، مم. هعلمك ازاي تعمل مصدر دخل لنفسك وانت لسه بتدرس في الجامعه. وكان هيشرح فيه الميديا باينج او الاعلانات المموله ساعتها بقى حلو. حلو. مم. والديزاينز ومش عارف ايه. جميل. فاخدت الكورس الخطوه ده، دي. كان ب 700 جنيه وقتها. عايز اقول لك ان انا قعدت مثلا 3 شهور بتحوش. علشان ادخل الكورس ده حلو أوي. واشترك يعني. خدت الكورس مم. بقت خلاص ميديا باير. لا مش كده قول لي يعني. بقى. مم. بص انا خدت الكورس، هو كان برضو معلومات مش ادفانسد قوي او مش متعمقه برضو في جميل. المجال.
بس هو كان بيعلمك ازاي تعمل فلوس من الاخر، كان بيعلمك ايه هي مستويات الحريه الماليه ومش عارف ايه، وازاي اصلا تحدد انت في اي مستوى دلوقتي وازاي توصل للمستوى اللي بعده. وبعد كده بيشرح لك المهاره. كان كل اللي علمه لك انك ازاي تعمل اعلانات بشكل بسيط جدا يعني. جميل. أه حاجات معظمها بسيطه، تفتح بس الادز مانجر، تكريت كامبينز، وحتى ما كانش قايل الاوبجيكتيف بتاع السيلز اصلا. اللي مم. احنا في الميديا باينج انت عندك الحاجات اللي فيها فلوس بجد هي الاي كوميرس، حلو، يا اما الليد جنريشن، جميل. حلو. هو ما كانش شارح الحاجات دي يعني، ايه، كان الموضوع ابسط من كده بكتير يعني. وكان بيعلمك كانفا. خدت الكورس ده، حلو. حلو. وبعد كده كان قال لك ازاي تجيب عملاء، انك تعمل حاجه اسمها اوت ريتش، او انك تبعت لكلاينتس. تمام، انت اللي بتروح تبعت له، والله انا اسمي احمد هلال، بعمل 1 2 3، اللي انا شفت عندك ان البيزنس بتاعك نقدر ان احنا نشتغل عليه ونساعدك. بدون اي ارقام. انت من ما غير اي حاجه. بتجيبلوش ان انا اشتغلت لا لا مع لا لا، فلان الفلاني قبل كده. انا لسه بادئ، فاهم، حلو أوي. ما فيش اي ارقام او سوشيال بروف حتى تقدمه، فاهم. في ناس بتقبل ده يعني. بص، مم. هي لعبه الاوتريتش هي لعبه فوليوم، فاهم. مم. انت كل ما هتبعت اكتر كل ما فرصك زادت. جميل. وبرضه محتاج انك تعدل، يعني المسج اللي انت بعتها دي بعتها مثلا ل10، ال10 كان نفس الرد اللي هم رفضوك، لا محتاج انك في ترجع مشكلة في المسج. تعدل المسج. مش مشكله فيك انت بس، أيوة مشكله أيوة. في المسج، فاهم. بس فما تيأسش يعني، هي لعبه فوليوم. جميل. فالمهم بدأت ان انا ابعت اوتريتش للناس وكده. وفي واحد رد عليا. كنت بعمل ايه؟ كنت بدخل على جوجل علشان بس الناس تبقى فاهمه يعني، بدخل على جميل. جوجل بسيرش مثلا اماكن او محلات مستحضرات مثلا تجميل، فتخش كوزماتكس، تبعت مش لهم عارف ايه، كلهم. اجيب الارقام بتاعتهم من جوجل، حلو، مم. واقوم حاططهم في شيت وداخل ابعت لهم على الواتساب. حلو أوي. طبعا ايه، معظم الناس ما كانتش بترد. ففي واحد رد، كنت بعت له بقى المره دي بقى ايه، قلت اشغل دماغي. فكان عنده برودكت، بعت له قلت له بقول لك ايه، انا عايز البرودكت ده سعره كام؟ قال لي 1 2 3 ومش عارف ايه، كل ده بس علشان ايه، اخليه يرد. حلو فاهم أوي. الفكره. أنت بتجر رجله. بعد ما رد او بعد ما اتكلم معايا، بدات اقول له ايه ده، انا بطريقه اندايركت طبعا انا بعمل 1 2 3 وكده يعني. فقال لي ماشي خلينا نبدا. وبدانا، بس ما كانش ادز بقى، ما كانش ميديا باينج، كانت ديزاينز. عملت له ديزاين، عملت له لوجو وكفر، حلو. حلو. وخدت منه وقتها انا فاكر كانت 100 جنيه. على كل ده 100 جنيه على اللوجو بدأت معاك أصلا أنت اتعلمت جرافيك والديزاين. أو أول بس حاجة بدأت معاك؟ مش هقول لك يعني، مش هقول لك ان انا اتعلمت جرافيك بشكل ادفانسد يعني. أيوه أيوه فاهم. على كانفا، فاهم. بتعرف بس كانفا الأساسيات. بتخلي الشكل شكله كويس حلو. متناسق الحاجات مم. مع بعضها بس. جميل. بس فعملت له اللوجو والكفر ده، وخدت منه ال 100 جنيه بقى. مش عايز اقول لك الاحساس وقتها يعني. عملت بيه. فاهم، اول فلوس اونلاين دي كانت تبقى حلوه، مع ان قبلها حلوة. كنت اشتغلت يعني، كنت اشتغلت في محل موبايلات، واشتغلت في مصنع في حاجه اسمها، مش عارف تعرفوها ولا لا، حاجه مثلا زي دي، المعدن ده، أيوه أيوه. مصنع حاجه زي كده. مصنع حديد. حاجه زي كده أيوه أيوه. يعني. جميل أوي. اشتغلت فيه. خلينا بس نرجع. احساس ال 100 جنيه ده كان مختلف يعني. جميل عشان جايبه من من النت. حاجه انت بتحبها. أيوه أيوه. وانا كان عندي هوس دايما ان ايه، ازاي الناس دي بتعمل فلوس اونلاين ومش عارف ايه. كنت عايز اشوف ده او اصدق اصلا ان في حاجه كده يعني. حلو أوي. بس فكان اثبات لنفسي يعني. فأول كلاينت عملت له شوية حاجات من الجرافيك، قلت له لوجو وكفر، لوجو وكفر، خدت ال 100 جنيه. خدت ال 100 جنيه. تاني كلاينت انا عاوز بدايه الميديا باينج معاك. بص خلينا، تاني كلاينت وتالت كلاينت ورابع كلاينت مم. كان كلهم ديزاينات. يعني انت دخلتها من هنا اصلا. كنت ببداها ديزاينات، حلو. كان كلهم معظمهم مثلا يقول لك ايه، هنعمل ميديا باينج بس مش دلوقتي. تمام، لان الميديا باينج برضه هي مش زي الديزاينز، هو بيديك فلوس، فاهم أيوة الفكره. مستأمنك على اصعب ماله. شويه، فاهم. اه ماله يعني، ساعتها برضه كان ارقام صغيره يعني، فاهم. فاهمك. بس في ناس بتخاف كده كده مم. لانك برضه رايح له، حط نفسك مكانه، فاهم. انت لو حد جالك ما عندوش اي خبره وبيقول لك تعالى اعمل لك ميديا باينج وبتاع واخد منك فلوس، فاهم، هتخاف كده كده. هتخاف، فاهم. حلو. طبعا ما كنتش فاهم ده يعني وقتها، كنت مم. بجرب. المهم فضلت ابعت، ووصلت لنقطه الحمد لله ان انا اتعلمت ازاي ابعت اصلا المسج بشكل كويس، بحيث ان العميل يشوفها
هو مثلا بدل ما كان فيه واحد بس اللي بيرد من اصل كل 10 مثلا، لا بقى فيه 5-6 بيردوا. حلو. فاهم الفكره؟ مم. فبقيت بعمل ده، وجبت اول كلاينت بقى للميديا باينج كان اسمه جميل دكتور احمد فرحات. قول لي، احكي لي بقى لو عن هو الدكتور بيشوفنا يعني السلام عليكم. لا بجد الراجل ده انا بحبه جدا اصلا. مم. وكان في قصه واحنا اصلا بقفل معاه الديل، اتخانق معايا لان انا ليه كده؟ كنت ايه في المسج اللي انا ببعتها، انا بحاول ان انا اقارنه بناس مشهوره في الحته بتاعته، فاهم؟ فهو ايه الناس اللي انا قارنته بيهم كانوا اصغر منه في السن، فاتضايق مش عارف ايه. فانا كان قدامي اوبشنين، ان احنا نتخانق مع بعض وما نشتغلش، اما ان انا ايه اهدى تكسب واتعامل الكلاينت. معاه حلو قوي. نقفل الديل يعني. ده قفلنا الديل. جميل. بس بعد كده بقى ايه بدأت ان انا اشتغل معاه. كان هو عامل كورس احياء مراجعه ومش عارف ايه لثالثه سنه. مم. بدأنا ان احنا ناخد الكورس ده نشغل عليه ادز. كانت ادز بسيطه جدا، مسجز بس. انا فاكر ان انا وقتها حرفيا كنت بذاكر في اليوم 12-13 ساعة علشان ده أول عميل ليا، وأنا عايز أثبت نفسي وعايز أثبت نفسي قدامه ولنفسي حتى، فاهم يعني؟ أنا عايز أثبت نفسي قدام نفسي يعني، فاهم؟ كنت كورسات بذاكر اونلاين بقى كتير. وفيديوهات يوتيوب وكده. يوتيوب يعني ايه، ما مم. كانش معايا فلوس ان انا اشترك في كورسات يعني، فاهم؟ جميل. ف كنت ببدا ان انا ايه احاول ان انا اذاكر من اي حته يعني عشان اطلع الكامبين بشكل صح. وعملت له كامبين مسجز وجبنا منها حوالي 20 اشتراك. حلو 20 قوي. اشتراك في 350 جنيه. حلو يعني حوالي عملنا 7000 ونص حاجه زي كده. ده اول كلاينت ليك؟ ده اول كلاينت ليا. بصرف فرحة كام طبعا. بقى؟ بصرف آه. 800 جنيه او 1000 جنيه حاجه زي كده. فانا هنا في زي لمبه كده نورت، اللي هو ايه، هو ده المجال. لا مش هو ده المجال. هو مم. ايه ده، هو انا لما بصرف فلوس في الحته دي بجيب فلوس؟ طب ايه ده، طب ما انا ممكن اصرف فلوس واجيب فلوس لبراند واخد منه نسبه. ولو جبت له مثلا 1000 جنيه، حلو، حلو قوي. وخدت منه 5%، لو جبت له 100,000 هاخد منه 5% فهتبقى رقم اكبر. لو جبت له مليون هاخد منه 5% فهتبقى رقم اكبر، فاهم؟ ايوه. فاللي هو دي الموضوع تطور معاك. يعني ده اللي حلو كان قوي. في دماغي وقتها، مم. ده اللي انا عرفته. جميل. فمن ساعتها بقى وانا ايه كنت في الحته دي. الكلام ده امتى بقى؟ من الكلام كام ده سنة؟ من سنتين. جميل. من سنتين ما بالظبط. كانش لسه في بقى كورسات وكلام لا يعني بشكل كان معظم اللي موجود هو استاذ باسم مجدي. مم. يعني الراجل ده محترم جدا بصراحه، انا بحب اتفرج عليه. وكان في الكورس بتاع بي شيفت، بس هم حرفيا دول بس اللي كانوا موجودين وقتها يعني. حلو. بس بي شيفت كان ادفانسد شويه على حد لسه بيبدا، فكنت بتعلم من استاذ باسم مجدي يعني. جميل. وكان في برضه استاذ احمد عبد الدايم، ده محترم جدا انا بحبه يعني لو بيشوفنا. جميل قوي. طيب احنا بس عايزين برضو نرجع خطوه لورا. فكل شويه ترجعني خطوه يعني لورا. نرجع ونتقدم كده. ماشي. حلو. مين هو بقى الميديا باير ده؟ انت بتعمل ايه؟ بص، الميديا باير، مم. خلينا نقول ايه هي الميديا باينج وبعد كده نقول خلينا نقول الميديا باير بيعمل ايه. جميل. بص، الميديا باينج بمنتهى البساطه هي انك بتشتري مساحات اعلانيه. يعني ايه حلو مساحات أوي. اعلانيه؟ يعني مثلا وانت ماشي على الدائري هنا، مش في عندك يوفط ومش عارف ايه ولوحات وحاجات من دي، مم. فاهم؟ هو ده بالظبط اللي الميديا باير بيعمله، بس بدل ما بيشتري الحاجات دي في الشارع او على الطرق، لا هو بيشتريها إعلانات. على بلاتفورم اونلاين بس، ميتا، تيك توك، يوتيوب الى اخره. مم. انت بتبدا تشتري مساحات اعلانيه. طيب الميديا باير ده بقى بيعمل ايه؟ هو الشخص اللي بيشتري الحاجات دي، ده بمنتهى بكل البساطه. بساطة. علشان برضو ابسط لك الموضوع، مم. انت عندك في 3 حاجات. عندك حاجه اسمها بابلشر، حلو، عندك حاجه اسمها فاليو بروفايدر، عندك حاجه اسمها بروسبكتيف او بروسبكتور، تمام؟ مم. الفاليو بروفايدر ده شخص بيبيع فاليو. يعني ايه جميل. فاليو؟ ممكن تكون متمثله في برودكت معين، متمثله في معلومات عنده، اي حاجه، المهم حاجه بتتباع، تمام؟ أيوة. او شخص بيقدم فاليو او بيقدم قيمه للناس. النيد او الوانت، ولا مش دي؟ شخص عنده برودكت بيبيعه، أيوة. فاهم؟ ماشي. ايا كان بقى، ديجيتال برودكت، فيزيكال برودكت، ايا كان، حلو. مم. والبروسبكتور او الشخص
الشخص ده هو اللي مهتم بالبرودكت اللي عند الفاليو بروفايدر. يعني انت عندك شخصين اهو، حد عنده برودكتس بيبيعها وشخص مهتم ان هو يشتري البرودكتس دي. حلو. والببلشر بقى هنا بيجي دورها، هي ايه، الوسيط. الببلشر دي المنصه نفسها، يعني زي ميتا، زي يوتيوب، زي مش عارف جوجل الى اخره. فالميديا باير هنا بقى فين دوره في كل الكلام ده؟ هو الشخص اللي بياخد الحاجه اللي عند الفاليو بروفايدر دي، تمام، يحطها في المكان الصح عند الببلشر. المكان الصح ده اللي بيبقى موجود فيه الشخص البروسبكتور او الشخص اللي مهتم يشتري الحاجه، فهو بياخد الحاجه يحطها في المكان اللي بيبقى فيه موجود الشخص اللي مهتم يشتري، فبالتالي الشخص اللي مهتم لما بيشوف الحاجه دي موجوده بيبدا يشتريها. هو بيوظف الدنيا دي كلها. هو اللي بيوصل الدنيا ببعض. جميل. حلو قوي. ده الميديا باير. ده الميديا باير بياخد الحاجه. شرحنا الميديا باير. جميل قوي. بس ليه مهم بقى هو؟ يعني ليه هي دلوقتي وظيفه مهمه في 2025؟ بص، ليه الميديا باينج مهمه في 2025؟ بمنتهى البساطه، انت دلوقتي لو عندك بيزنس، انت عندك طريقتين علشان تبيع. حلو. اما انك تبيع باورجانيك كونتنت، تمام، اما انك تبيع بميديا باينج. مفيش مشكله انك تبيع بالاثنين او تستخدم الاثنين، وده الصح، تمام. حلو. بس في هنا مشكله، لو انت بتبيع باورجانيك كونتنت بس، انت هنا مرتبط دايما ان الفيديو يفايرل. عندك مبيعات مش مستقره، لان يعني في شهر مثلا ممكن الفيديو يفايرل يوصل ل1,000,000، تمام، لو هو طبعا معمول بشكل صح، بشكل بيعي صح. حلو. ممكن يبيع لك ب100,000 200,000. حلو. ولو الفيديو مثلا الشهر الجاي ما فايرلش او ما اتشافش من عدد كبير وناس مهتمه برضه، خد بالك، فلو ما فايرلش مبيعاتك طبعا هتتاثر او هتقل. تمام. فبيبقى في حاله من عدم الاستقرار في الاورجانيك كونتنت. حلو. غير كده ان بيبقى فيه برضه انت مش قادر تتراك المبيعات بتاعتك، او مش قادر تتراك الاودينس بتوعك او بيعملوا ايه. حلو. ليه بكلمك هنا على حته التراكنج؟ لانك لو بتتراك او بتتبع خطوات الكاستمرز بتوعك، هتقدر تفهم لو في مشكله، تقدر تفهم ازاي تحلها، فاهم؟ وبالتالي بحلك للمشكله دي البيزنس بتاعك هيتاثر والمبيعات بتاعتك هتزيد. فاهم الفكره؟ أيوة. بس فهي دي حته الاورجانيك كونتنت. طيب الميديا باينج بقى، الميديا باينج بمنتهى البساطه، انت عندك كده الداتا بتاعتك كلها، انت عارف الناس اللي اشترت، عارف كل بياناتهم، الداتا بتاعتهم كلها موجوده معاك، عارف الشخص ده وقف فين بالظبط، عارف الشخص ده عمل ايه، كل الكلام ده. طبعا ده بيتم عن طريق طبعا انك بتشتغل كونفرجن كامبينز، تمام، وبتكون رابط حاجه او مسيت اب بلجن اسمه بيكسل او كونفرجن اي بي اي او جي اي 4 او جي تي ام الى اخره يعني. حلو. بس المهم انت بتسيت اب بلجن، البلجن ده بيتتبع حركه الناس على الويب سايت. وبرده لو بتشتغل مسجز ما بيبقاش عندك اكسس على الداتا دي، تمام، لان البلجن ده بيتربط بس للويب سايت، تمام. حلو. فدي برضو حاجه مهمه، يعني دايما بنرشح للناس انها تشتغل ويب سايت علشان تتراك الداتا، تمام، او تتراك الكاستمرز بتوعها، وبلاش مسجز. طبعا أيوة. ده بيبقى برضو علشان نبقى ايه واضحين، ده بيبقى على حسب طبعا الاودينس اللي انت بتروح له، تمام، على حسب هم بيشتروا ازاي او بيتصرفوا ازاي يعني. انت بتحدد ازاي اصلا الجمهور بتاعك؟ بص، او بتاع البراند ايا كان بقى. انت كل براند بيبقى بيتارجت سيجمنتس معينه او شريحه معينه من الناس. حلو قوي. يعني مثلا ما ينفعش انا يبقى عندي براند بقول ان البراند ده انا هبيع بيه لكل الناس، لا ده غلط. الشخص اللي عايز يبيع لكل الناس ده في الاغلب ما بيكملش او ما بينجحش اصلا. حلو. تمام. فانت لازم تحدد سيجمنتس معينه او شريحه معينه من الناس، لازم تفهمها كويس، تعرف ايه المشاكل اللي عندهم، وبالتالي تخلق لهم برودكت بيساعدهم او بيحل لهم المشاكل دي. انا بفهم ده ازاي؟ معلش. بص، ازاي تحدد السيجمنتس يعني؟ ازاي افهم مشاكلهم وافهم حياتهم عشان اعرف. بص، ما هو ده بيبقى بقى بدراستك ليهم. بمعنى ايه بدراستك ليهم؟ انت دلوقتي خليني بس ابسط لك موضوع السيجمنت. السيجمنتس ده هي شريحه معينه من الناس بيربطها صفات مشتركه. يعني مثلا الناس بتوع الجيم، الناس دي انا اقدر ان انا اقول الناس دي دول سيجمنتس، الناس اللي بتنزل الجيم. ليه؟ لان عندهم شويه صفات مشتركه. حلو. الشخص ده بينزل الجيم، بيحافظ على اكله، بيهتم بالرياضه، مهتم ان هو يشتري لبس للجيم وبتاع وكده. أيوة. فانا عرفت ان الناس دي مهتمه بايه، عندهم شويه صفات مشتركه، تمام. انا ببدا اشوف ايه المشاكل اللي عند الشريحه دي.
حلو. مثلا الناس اللي بتنزل الجيم بيبقى عندها دايما مشكله في ريحه العرق مش احسن حاجه مثلا، فانا مم. ازاي اخلق برودكت يحل المشكله دي؟ اللبس اللي هو ضد العرق. ايوه حاجه مثلا زي ما بيقدروش ان هم ينتظموا في التمرين، او ما بيقدروش ان هم يلتزموا في الدايت، فانا ازاي اخلق لهم برودكت او اخلق لهم حاجه او سيرفيس تسهل حتى لهم تسهل لهم الحاجه دي، فاهم؟ أيوة. فانت بفهمك اصلا او بتحديدك للشريحه دي تقدر انك تفهم المشاكل اللي عندهم، وبالتالي تخلق لهم منتج يساعدهم. فاهم الفكره؟ حلو قوي. هو ده الصح. جميل. طيب انا دلوقتي لو عايز ابدا في المجال في الوقت الحالي، انا ماشي. عرفت ان هو مهم، ماشي. عاوز ابدا فيه حاليا. اوكي. الكورسات اللي هبدا اخدها عشان بس ما توهش، انت عارف دلوقتي على النت في مليون كورس وفي مليون واحد بيتكلم، فانا عاوز ابدا، فقول لي بس الخطط اللي اعملها عشان ابدا منين وابدا ازاي لحد ما اجيب اول ايه كلاينت ليك. كلاينت ليك. طيب بص، احنا دايما بنقول ان في قدامك طريقين. حلو. حلو. حاجات فري وحاجات مدفوعه. جميل. طيب انا بتكلمش هنا على الفاليو نفسها، انت تقدر تجيبها من اي حته. اللي بيميز الحاجه المدفوعه عن الحاجه اللي ببلاش ترتب. الترتيب، ايوه. السيستم اللي بيبقى محطوط، بس مش اكتر. حلو. لكن الفاليو او المعلومات تقدر تلاقيها في اي حته، جميل. على يوتيوب، على كورسز ببلاش، في اي مكان هتقدر تلاقي المعلومه او هتوصل لها. حلو. بس ترتيب المعلومه وتنظيمها وانك تحطها في سيستم واضح بياخدك من نقطه A لنقطه B، هو ده اللي بيدفع فيه فلوس. تمام. جميل. فانت هنا قدامك اوبشنين، يا اما انك تضحي بوقتك حلو ومجهودك، يا اما انك تضحي بفلوسك. شوف انت عايز تاخد الاوبشن ده ولا عايز تاخد الاوبشن ده، والاتنين صح. يعني انا ما حلو. بقولكش دي صح وده صح. طيب الاوبشن اللي ببلاش او الاوبشن الفري، حلو، قدامك كورسز ببلاش على يوتيوب. انا نفسي اصلا عندي على التشانل كورسز كتير يوتيوب. انا سمعته خطير جدا، ارشح حاجه. يعني حرفيا في فيديوز كتير جدا، انت لو خدتها بالترتيب كده، بالترتيب اللي انا هقوله لك ده، تقدر باذن الله انك تجيب كلاينتس كمان، لان انا شارح لك على يوتيوب ازاي كمان تجيب كلاينتس، فانا مبسط لكم الموضوع يعني. جميل. اول فيديو هتشوفه اللي هو دليلك الكامل لتعلم الميديا باينج ده رقم 1 هتتفرج عليه. ده هيفهمك اصلا ايه الميديا باينج وبيعمل ايه الميديا باير وكل التفاصيل دي. حلو. بعد كده تدخل على فيديو بيعلمك ازاي تقرا الداتا. تمام. ده اسمه ازاي تحلل الداتا بتاعتك او ازاي تقرا الداتا بتاعتك. تمام. ده هيعلمك ازاي تفهم الداشبورد وازاي تفهم لو في مشاكل وايه الاكشنز اللي انت المفروض تاخدها لو في مشكله معينه. تمام. ده بتبدا تفهمه. حلو. في بعد كده فيديو ثالث بيشرح لك الايكوم بلو برنت او الخريطه الكامله كده بتاعت براندات الايكوم ازاي بتشتغل. براندات الايكوم، الاي كوميرس، براندات التجاره الالكترونيه او اللي عندها برودكتس بتبيعها اونلاين. أيوة. تمام. مش شرط مثلا تبقى محصوره في اندستري معينه يعني. ايوه فهمت. ممكن يبقى فاشون، ممكن يبقى الكترونكس، فرنيتشرز، ايا كان يعني. جميل. البراندات دي بيبقى ليها سيستم معين. حلو. لازم برضو تبقى فاهم. تبدا تشوف الفيديو ده هيفهمك كل حاجه، ويفهمك بنقسم اصلا السنه بتاعتنا ازاي علشان نستغلها، والاوقات اللي احنا بنبيع فيها بمبالغ كبيره وكل الحاجات دي. فده فيديو مهم تشوفه. وبعده هتشوف تطبيق عملي. انا كنت منزل فيديو ازاي جبنا لبراند 1.5 مليون في شهر باستراتيجيه WPS او حاجه زي كده يعني. مش فاكر اسم الفيديو بالظبط، بس هتلاقوه في كل ده في الديسكريبشن ان شاء الله نحطه ورا بعض. وبعد ما تخلص الفيديو ده وتشوف تطبيق عملي، ادخل بعد كده اتعلم ازاي تجيب كلاينت. انا عامل لك فيديو بقول لك ازاي تجيب اول 5 كلاينتس ليك، وكمان مفهم الناس ازاي يبعتوا بالسكريبتات. فاهم الفكره؟ حلو قوي. فانت لو خدت الاوبشن ده انا اضمن لك 100% لو طبقت الكلام اللي جوه الفيديوز دي ببلاش من غير اي فلوس هتقدر انك توصل لاول كلاينت ليك. واوريدي عندنا ناس عملت ده. يروح للحاجات المدفوعه. اوريدي عندنا ناس عملت ده يعني، ناس كتير جدا الحمد لله. وعندك في بقى كورسز تانية دايما انا احب ارشحها للناس. الكورس بتاع بي شيفت اللي هو بتاع ميديا باينج مايند شيفت. ده كورس مدفوع جميل. لا ده ببلاش على يوتيوب. تمام. الناس دي محترمة جدا وانا بحبهم. وقناة الاستاذ باسم مجدي طبعا دي تقدروا تستفيدوا منها. وعندك كورس جروس هاكينج اكاديمي بتاع محمود عمر، ده برضو تحفة. بس عايزين كونتنت اجنبي ممكن اقول لكم، بس يعني انا حاسس ده كفايه. الناس لو خدت ده هتبقى تمام يعني.
بس حلو قوي. بس المشكله بقى في الطريق ده انك ايه، الموضوع مش مترتب شويه، او هتحس ان ناقصك حاجات كتير، فهتضيع شويه هتلاقيه وقت. في المدفوع. هتضيع شويه وقت، بس كده كده هتوصل يعني. هتضيع وقت هتضيع مجهود، بس هتوصل. حلو قوي. تمام. لكن في المدفوع بقى انت ايه، تشتري وقتك ده بس. طب خلينا نروح لحته المدفوع دي، وبعد كده ايه نشوف الخطوه اللي بعدها. ارشح يعني كورسز مدفوعه. بالظبط. اعتقد يعني بتعملوا شهادتي هتبقى مجروحه في الحته دي. كان في ناس بتسال على الكورسات اللي انت بتقدمها اصلا. بص، هو احنا عندنا كورس واحد بس، يعني مش حلو. كورسات، هو ماشي. كورس واحد. حلو. احنا بنقدمه. بص، الكورس بتاعنا اسمه بيرفورمانس ماركتير لانش باد. حلو. بنعلم فيه الناس الميديا باينج او البرفورمانس بشكل اصح يعني، او بمعنى اصح بنعلمهم البرفورمانس. بنبدا معاهم بسيستم مكون من 3 حاجات او 3 مراحل. اول مرحله بنشرح لهم ماركتنج او اساسيات تسويق، لان الماركتنج هو الاساس اصلا اللي انت بتبني عليه الادز بتاعتك. مهمه لاي ميديا باير. لو الاساس ده مش موجود، هتبقى ميديا باير بتاع داشبورد بس، مش هتوصل لحته كويسه، او مش هتقدر تعمل مبيعات او ارقام كبيره زي اللي انت بتشوفها. حلو قوي. فاهم؟ فده الاساس. بنبدا نشرح له فيه الماركتنج، الفانلز، الاودينس، ازاي الناس بتشتري، ازاي الناس بتفكر، ازاي اصلا الشخص ده بياخد الاكشن، او ازاي يخلق عنده الدافع ان هو يشتري. كل ده بنبدا نشرحه. حلو. بعد كده بننقل على تاني فيز، تمام، اللي هي التكنيكال بقى. بنعلمه التول نفسها، ازاي يطبق العلم اللي خده ده بالتول. فاهم الفكره؟ وبعد ما خلص، بعد ما اتعلم، تعالى بقى ازاي نعمل فلوس، ازاي نجيب كلاينتس بقى، كل الطرق، مش اوت ريتش بس، كل الطرق. كمان بندي سكريبتس للناس، نديهم حاجات كتير جدا. بيبقى في كوميونتي. انا ما بحبش اقول عليه كورس بصراحه، يعني هو اكبر من كورس بكتير، هو كوميونتي كامله. بيبقى فيها ناس كتير جدا. الحمد لله دلوقتي في الكورس اللي انا بقول لك عليه ده عندنا حوالي 870 واحد، وكان اللي قبله كان فيه 500، يعني كتوتال حوالي 1200 او 1300 طالب يعني. فعندنا الكوميونتي ده الناس بتبدا ان هي تتكلم فيه. لو حد عنده مشكله بيبدا ان هو يسال، الناس بتساعده وانا حتى برد. بيبقى في عندنا ويكلي لايف سيشن او سيشن بشكل اسبوعي، انا بدخل فيها اتكلم عن الابديتس اللي بتحصل، او بنرد على الناس وبنشرح حاجات جديده. حلو. ده كده باختصار. جميل. عاملين لهم اصلا حاجات اكتر من كده، يعني عاملين اي اي شات. خش بقى استكشفوا. اي اي شات ده بيرد على كل اللي انت عايزه. ده جامد. ماشي. طيب انا عاوز نفترض دلوقتي ان انا اتعلمت ماشي ميديا باينج، عاوز اجيب اول كلاينت لحته، وعايزين نتكلم ان انا عاوز اشتغل في شركه ميديا باير. ماشي، بس مش هفيدك انا. قول من هنا وقول من هنا، يعني قول لي دلوقتي انا عاوز اجيب اول كلاينت. بص، لو عايز تجيب اول كلاينت، انت دلوقتي قدامك طريقه من شويه الطرق اللي انا اقول لك عليها دي. حلو. اول طريقه انك تعمل اوتريتش او تبعت للناس. تمام. طيب هتجيب الناس دي منين؟ بمنتهى البساطه، انت دلوقتي هتدخل هتجيب اي براند فاشن. حلو. هتدخل بس تعمل له فولو. اشمعنى الفاشن؟ بنفترض يعني مثلا نفترض ماشي. مش شرط، ممكن فرنيتشرز ايا كان يعني. جميل. بس براندات الفاشن كتير، وفي ستارت ابس كتير، ففرصه انك تشتغل مع براند فاشن لسه بيبدا دي كبيره. حلو. فانا دايما عشان كده بقول للناس يعني ايه، خليكم في الحته دي في البدايه يعني. جميل. حلو. كل اللي انت هتعمله هتدخل على البراند ده، تعمل له فولو. حلو. اول ما تعمل له فولو هيبدا يظهر لك كده في الاقتراحات تحت براندات شبه. حلو. تبدا بقى انك تاخد كل البراندات دي وتبعت لها. حلو. تبعت لها بطريقه معينه كده. يعني انت في عندك حاجه اسمها فاليو ايكويشن او معادله القيمه. معادله القيمه دي حاجتين في البوست وحاجتين في المقام. الحاجتين اللي في البوست الدريم اوتكم، الكاستمر بتاعك او الكلاينت بتاعك نفسه يوصل له، ايه الهدف النهائي اللي العميل بيحلم ان هو يوصل له. تمام. مضروبه في ثقته فيك انك انت الشخص فعلا اللي قادر توصله للهدف ده. تمام. مقسومه على الوقت والمجهود. فاحنا دايما بنقول انك كل ما كانت البوست بتاعك او الكفه بتاعت البوست عاليه، كل ما كان الاوفر بتاعك كان فاليبل اكتر بالنسبه للكلاينت. حلو. وكل ما قللت له المقام، او اللي هو قللت له الوقت اللي هيوصل فيه للهدف ده، وقللت له المجهود اللي هيبذله، ده كان اوفر فاليبل اكتر. فاهم الفكره؟ يعني مثال، انا مثلا عميل عايز اوصل لاول 100,000 جنيه ليا مبيعات. تمام. فانا هقول له انا لو اشتغلت معاك هوصلك لاول 100,000 جنيه ليك مبيعات. تمام. في خلال مده قد كذا، اللي هي شهر مثلا. تمام. و مش هتحتاج انك تبذل اي مجهود، او مش هتحتاج انك تشتغل
خالص، انا اللي اعمل لك الادز وانا اللي اعمل لك كل حاجة. كل الحاجات دي. وكمان علشان تطمن انا ممكن اشتغل معاك ببرسنتج او بنسبه من المبيعات او من الفلوس اللي انا هجيبها. فانا هنا حلو بزود أوي. حته الثقه بتاعته فيا. فهو العميل بيحسبها ازاي؟ اوكي انت دلوقتي عايز تشتغل معايا، مش هتاخد مني فلوس غير لما تجيب لي فلوس، فبالتالي انا الريسك بتاعي اقل. مميزات احسن. خلاص وبالظبط انا كسبان كده كده. بالظبط انا مم. كده كده مش هخسر حاجه. حلو قوي. حلو. بس جميل. ده طيب. بالنسبه للاوفر. دي اول طريقه. تاني طريقه انك تبني بيرسونال براند لنفسك او تعمل بيرسونال براند، تتكلم تفيد الناس او تقول اي حاجه اعمل انت content. الكونتنت هيبدا ان هو يجيب لك ناس تبدا تاخد انت الاتنشن بتاعها، فبالتالي هيجيب لك كلاينتس 100%. يعني الطريقه دي لاي حد هيعملها صح ضمان مني انك هتجيب كلاينتس 100%. والطريقه الاولى برضو لو عملتها صح ضمان مني هتجيب كلاينتس 100%. جامد. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده يعني انا مجربه، يعني انا مش جاي اقوله لك كده وخلاص، انا مجربه. الشركات بقى، انا سمعت ان انت ما اشتغلتش في ولا شركه. دي ليه؟ معلومه بالنسبه للناس ممكن تكون جديده. انا عمري ما اشتغلت في ايجنسي قبل كده وعمري ما اشتغلت في شركه. ليه بقى؟ انا دايما عندي اقتناع كده معين ان انا الحاجه دي بدل ما اعملها لشخص حلو، انا ممكن اعملها لنفسي او استثمر الوقت والمجهود ده في نفسي انا حلو، واقدر ان انا اوصل البيزنس بتاعي لنقطه كويسه او اوصل للحته اللي انا عايز اوصل لها. فاهم؟ حلو قوي. مع ان انا جالي اوفرز كتير قبل كده بصراحه من شركات، بس انا انت جالك اوفرز ب70,000 من الكويت؟ جالي اوفر ب70,000 معكش من رقم الناس دي؟ شركه من الكويت. هديهولك بعد الحلقه. وجالي اوفر تاني من الامارات بحوالي ضعف الرقم، يعني حوالي 150,000. والشخص ورفضت كان لأجل عايز اصلا هيتكفل بكل حاجتي، يعني مم. سفري وكل الكلام ده. وده كان اصلا في البدايه، يعني انا في البدايه ما كنتش بعمل 30,000 جنيه على بعض يعني. ما خفتش وانت بترفض حاجه زي كده؟ لا خالص اطلاقا. طب مفيش مش مع ولا الشركات ولا 1% كان عندي تردد وانا برفض، مم. ولا 1% صدق. ماشي. طب انا كل ما افتح تيك توك انستجرام الاقي واحد يقول لي ايه، تعال اقول لك ازاي تعمل 1,000,000 جنيه في شهر. فانا مبقاش عارف هو بيشتغلني ولا ده بجد. لا هو مش بيشتغلك. ماشي. بص، هو الموضوع بسبب الفيديوز دي بقى يبان للناس اللي هو سهل، بس هو مم. الموضوع وراه حاجات كتير قوي. حلو قوي. تمام. بس ال1,000,000 جنيه كرقم يقدر يتعمل في مصر 100% وسهل جدا يتعمل. قول لي بقى. بس بنتكلم هنا كمبيعات لبراند ولا 1,000,000 جنيه ليك بروفيت كميديا باير؟ اعمل ده ازاي؟ بص، هي انا بحسبها ازاي؟ ورقه وقلم بس عشان ورقه وقلم واكتبوا وراه الطريقه. بالظبط. بص، انت دلوقتي انا دايما بحسبها بحسبه بسيطه قوي. انا بركز على البروسيس مش بركز على التارجت. بمعنى ايه؟ ان انا مش حاطط ال1,000,000 جنيه كتارجت، انا حاطط البروسيس اللي انا هعملها وهتوصلني ل1,000,000 جنيه هي دي التارجت. فاهم الفكره؟ جميل. يعني انا لو عايز اعمل 1,000,000 جنيه دلوقتي انا هحسبها ازاي بمنتهى البساطه. هاجي انا عايز دلوقتي ابيع حاجه تمام ب10,000 جنيه تمام ل100 شخص. صح؟ ماشي. احسبها كده كده انا مليون. ادبي فما تجيش معايا في اي ارقام. حد يحسب لنا يا جماعه في الاعداد ده مليون كده. 10,000 10,000 في جنيه 100 شخص في 100 شخص مم. بكام بقى؟ مليون. مليون. صح؟ ماشي. مليون. سهله قوي. سهله. بس فانت هنا ما انا اصلا انا مش هلاقي منتج بقى ابيع منتج ب 10,000 جنيه ل 1000 شخص. ما انا جاي لك بقى في الكلام هنا. قول لي. بص، انت لازم هنا توصل. السؤال هنا بدل ما بيبقى ازاي اعمل ال1,000,000 جنيه بقى اتغير جوه دماغك ازاي اعمل حاجه قيمتها 10,000، وبعد ما اعمل الحاجه اللي قيمتها 10,000 جنيه ازاي هوصل لل100 شخص اللي مهتمين ان هم يشتروا الحاجه ب 10,000. انت فاهم السويتش اصلا اللي حصل جوه دماغك؟ انا مش عايز 1,000,000 جنيه، انا عايز اعمل حاجه ب 10,000 تبقى فاليبل كفايه ان الناس تدفع فيها 10,000 تمام، واوصل ل100 شخص بس. فانت هنا بقى بتبدا تاخد الطريق ده بقى وبتبدا تمشي هنا بقى. جميل قوي. يعني ايه؟ انت مثلا لو بتقدم سيرفيس الميديا باينج ازاي تعمل 1,000,000 جنيه منها؟ بمنتهى البساطه هتسعر خدمتك مثلا ب10,000 تمام، ده هنفترض ده افتراض ماشي. حلو. وهتشتغل انك تجيب 100 كلاينت. 100 كلاينت يعني انت مثلا محتاج تبعت ل5,000 واحد مثلا. حلو. او بطريقه تانية انا هشتغل مع 20 كلاينت بس. ال20 كلاينت دول هاخد من كل واحد 50,000. حلو. دي تعملها ازاي؟ تعملها عن طريق انك تشتغل ببرسنتج او بنسبه.
لو اشتغلت ب5% مع كل براند من ال20 براند، جبت لكل واحد مليون جنيه في الشهر، اذا انت بتاخد 50,000 جنيه. 50,000 جنيه في 20 براند مليون جنيه. بس هي مش سهله كده يعني، هي مش بتاخد سهلة. وقت ومجهود كده بص بهدلها يعني. فكرة برضو الغنى السريع والتداول والحاجات دي يعني ايه، انساها. انت علشان تعمل فلوس انت محتاج تبني بيزنس. اتكلمنا في حته ان انت معاك ميزانيه من كلاينت معين. اوكي. انا بصرف الميزانيه دي، اعتقد اللي اعرفه ان بيبقى ليك حتتين، بالتست وبعد كده بالظبط. فكلمنا عن الحته دي حبه كده. بص، هي احنا او انا في الايجنسي عندنا ما بنمشيهاش كده. بمعنى ان احنا مثلا لو البراند لسه جاي لي جديد، انا ما بقولهوش تعالى انا هاخد منك 200,000 جنيه هجيب لك بيهم مليون جنيه. لا. ليه؟ لان انا ما اعرفش التاريخ بتاع البراند، ما اعرفش الداتا بتاعته، ما اعرفش اي حاجه، فاهم؟ فمش منطقي ان انا اديله اي توقعات. انت ما بتقولوش انا هجيب لك ما ارقام بقولوش معينه، اصلا هجيب لك حاجه، فاهم يعني؟ اصلا دي حته فينا، احنا عمرنا ما بندي للبراند اكسبكتيشنز اصلا او توقعات عاليه. ودي نصيحه انا بنصحها لاي حد، اوعى تدي لكلاينت توقعات عاليه. انت لو قلت لكلاينت انا هجيب لك مليون جنيه وجبت له 999,000 هيبقى حاسس انك مقصر. فاهم الفكره؟ دي اول حاجه. وغير كده هو اصلا بيحسك شخص فاهم لما تقول له انا مش هديك اي توقعات، لان انا ما اعرفش الداتا بتاعتك او ما اعرفش اصلا انت كنت بتبيع بكام وبتعمل ايه، فاهم؟ هو بيبدا ايه يثق فيك اكتر. لكن لو ميديا باير تاني عايز يبيع له وخلاص، تعالى انا هجيب لك وهجيب لك وهجيب لك، بلح مش منطقي، فاهم؟ بس حلو. فاحنا مثلا لو براند جاي من الصفر، احنا بنبدا نحاول ان احنا نصرف اقل صرف في التستنج، على حسب طبعا اللي احنا محتاجينه، على حسب انت بتصرف على كام بلاتفورم. يعني لو بتصرف طبعا على ميتا بس، غير طبعا ما هتصرف على ميتا وجوجل وتيك توك، فاهم؟ فانت محتاج بادجت هنا اكبر. ايوه فاهم الفكره؟ ولو مثلا عندك برودكت واحد، مش هتصرف عليه نفس الصرف لو عندك 20 برودكت. فاهم الفكره؟ فهي بتبقى نسبه. ندي مثال ونقول ازاي بتقسمها. مثال بسيط كده بس، انا عايزين نعرف بس انت بتقسمها ازاي يعني. مثلا هل ما هي 20% هي ملهاش قاعده يعني. هي صدقني هي لو ليها قاعده في التقسيم انا هقول لك عليها، بس هي ملهاش قاعده يعني. انت بتشوف انت هتصرف او هتشتغل على كام بلاتفورم، تمام؟ والبرودكتس او الكوليكشن اللي معاك عامل ازاي، تمام؟ وطبعا قبل كل ده البادجت بتاعت عميلك اصلا، فاهم؟ يعني ممكن عميل ما معهوش بادجت كبيره، فاهم؟ او مش بيديك حريتك في البادجت، فانت بتتعامل في النطاق ده بس. جميل. فاهم الفكره؟ بس ممكن تقسمها بقى ايه كتستنج فيز. انت في التستنج فيز مثلا ممكن نقول في خلال اول اسبوع، لو احنا مثلا معانا كوليكشن متوسط هنشتغل ميتا بس، ممكن نصرف 5-6 آلاف جنيه في الاسبوع ده، لحد ما نوصل لايه، لحد ما نعرف افريج الارقام بتاعتنا، ونعرف ايه الوينر برودكتس بتاعتنا، ونعرف ايه الوينر كرييتيفز بتاعتنا. اقصد ايه بكل الكلام ده؟ انت دلوقتي علشان تبيع محتاج يبقى عندك الحاجات دي. اول حاجه وينر برودكت او منتج عليه ديماند او عليه طلب من السوق، تمام؟ ومن غير المنتج ده صدقني مهما كنت جامد مش هتعرف تبيع او مش هتعرف توصل لاي حاجه. حلو قوي. فاول حاجه لازم البرودكت بتاعك يبقى مطلوب او عليه ديماند. حلو. طيب خلصنا من حته البرودكت. الكرييتيفز او المحتوى الاعلاني اللي انت بتستخدمه لازم يبقى جذاب، الكونتنت بتاعك وشغال كويس وبيكونفيرت معاك. هو مهمة المحتوى الإعلاني إن هو ياخد الشخص من البلاتفورم بتاعتي ينقله على الويب سايت، ودور الويب سايت هنا إن هو إيه يكمل العملية أو يبيع له لحد ما فإحنا دايما في استراتيجي بنحب نشتغل بيها في تصنيع المنتجات مع العملاء بتوعنا. بنقول لهم يا جماعة دايما وانت بتنزل في أي دروب جديدة أو في أي كوليكشن جديد، محتاجين إن إحنا ندخل بأكبر عدد منتجات نقدر عليه، تمام؟ بأقل كمية. حلو. بمعنى ان انا دلوقتي لو عندي اوبشنين، اول اوبشن ان انا يبقى عندي 20 برودكت، حلو، بكميات مثلا 10 قطع 20 قطعه من كل برودكت مثلا. واوبشن تاني ان انا يبقى عندي 3 برودكتس بس 200 بقى كميات اكبر. فاهم الفكره؟ ايوه. انا طبعا لا هستبعد دي، خلينا في دي. ليه؟ علشان هنا انا بقلل ريسك على العميل وعليا، لان انا من ال20 منتج دول هيطلع لي اقل حاجه 5-6 وينرز، فاهم؟ او برودكتس كسبانه. ابدا ان انا اخد الخطوه الثانيه ان انا اصنع منها تاني بقى، ارستوك منها واشتغل عليها طول السيزون. فاهم الفكره؟ أيوة. لكن على عكس الاوبشن الثاني، لو انا خدت الاوبشن الثاني
وهصنع 3 بس، انا الريسك هنا عندي عالي جدا. نفترض ان البرودكتس ما طلعش عليها ديماند، هتحتاج بقى هنا انك تدخل في قصه تانية، تحتاج انت تعمل ديماند كرييشن وتودي بقى الانفلونسرز كبار وتعمل بي ار كامبينز، تبدا تخلق انت الديماند، فاهم؟ جميل. فدول الاوبشنين، واحنا دايما بنرشح الاوبشن ده. حلو قوي. وبعد كده الكرييتيفز، وبعد كده تعرف افريج ارقامك بقى، انت الكوست بير بيرشيز بتاعتك كام، او تكلفه المبيعه بتاعتك كام، والرؤس بتاعك الريتيرن اون اد سبند انت بتصرف كام، بيجي لك كام. يعني انا مثلا لو الرؤس بتاعي 10x تمام، يبقى انا كل جنيه بصرفه بيجي لي قصاده 10 جنيه. حلو قوي بمنتهى البساطه. وبرضه يا جماعه علشان في نقطه برضه مغلوطه كده، الناس دايما بتركز على الرؤاس على ان هو مترك اساسيه في البيزنس. هو مهم جدا، بس في متركس اهم لو هنبص على البيزنس كاوفر اول. يعني عايز اعرف منك ايه الريد فلاج اللي لو لقيتها في البريف بتاع الكلاينت بترفضه؟ اوكي طيب، ممكن اقول لك مثلا العملاء اللي احنا ما بنحبش نشتغل معاهم. حلو قوي. مع احترامي طبعا لكل الكلاينتس، انا ما اقصدش حاجه، بس احنا يعني ايه نتجنبه يعني. ماشي. اول حاجه العميل اللي مش عايز يحط فلوس في البيزنس بتاعه، هو مش عايز ينفست في البيزنس. بمعنى بيجي لنا عملاء كتير، يا احمد انا دلوقتي جايب بادجت 10000 جنيه حلو، هم دول كل اللي معايا، عايز اشتغل بيهم واجيب بيهم فلوس من الاعلانات اللي هتتصرف، ولما الفلوس دي تيجي اخدها ادورها في البيزنس. ايوه ده للاسف احنا ما بنقدرش نساعده او ما بنقدرش نعمل له حاجه يعني. عندك تاني نوع، العميل اللي دايما متسرع، عايز يشوف نتائج سريعه من اول يوم او من اول حتى شهر. يا جماعه الموضوع بيزنس، فهو بيتبني، بياخد وقت. كده انت بتحطش، انت مش في مكنه انت بتحط فلوس بتطلع فلوس، لا. الموضوع محتاج انك يتاسس صح او يتبني صح، والمشاكل اللي جوه البيزنس نفسها تتحل. لان بمنتهى البساطه الميديا باينج هي مش كلمه السر او مش المفتاح، لا، هي مجرد ريفليكشن على البيزنس. يعني الميديا باينج هي مجرد ريفليكشن على البيزنس بتاعك. لو البيزنس كويس هترفلكت عليه بشكل كويس او هتبيع بشكل كويس. لو البيزنس بتاعك مش مظبوط او مش مبني بشكل صح، الميديا باينج مش هتقدر ان هي تعالج لك المشكله يعني. حلو قوي. بس ده كده تاني نوع. تالت نوع بقى العميل اللي دايما بياخد الفلوس بتاعت البيزنس يروح يصرفها على نفسه، ما يحطهاش في البيزنس تاني. ورابع عميل اللي بيأخر علينا الفلوس طبعا، يعني لا ده وحش العملاء اللي بتأخر علينا الفلوس دي يا جماعه والله احنا عندنا ناس بتشتغل وعندنا موظفين كتير، فمحتاجين نقبضهم، فاهم؟ حلو قوي. طيب المجال ده بقى، يعني في مجالات كتير قوي زي الجرافيك زي الايديت، ماشي، بيقول لك الذكاء الاصطناعي او الاي اي هيجي ياخد كل المجالات دي، فموقف الميديا باينج من ده ايه؟ بص بقى السؤال ده محير مصر كلها. ودي بص انا مع ان الاي اي هياخد مكان الميديا باينج، حلو. ده 100% انا مقتنع بيه، بس مش هياخد مكان اي حد، او مش هياخد مكان الميديا بايرز كله. حلو. بمعنى ان انت لو شخص ثابت في مكانك، ما بتحاولش انك تتعلم، ما بتحاولش انك تطور من نفسك، مركز بس في الداشبورد، مركز بس على الارقام اللي قدامك، ما بتبصش للموضوع كبزنس، وما بتبصش للموضوع كماركتنج وكناس بتشتري وسلوك مستهلك، فاهم؟ انت هتتاكل، والميديا باينج هياخد مكانك. لان بمنتهى البساطه اي حد يقدر يدخل يتعلم التول، يعمل بوست هو عمل اعلان، فاهم؟ ايوه. فالفكره مش هنا، الفكره في الناحيه التانية، انك ازاي تقرا الداتا بتاعتك، ازاي تحلل لو في مشكله، ازاي تاخد اكشن بشكل مظبوط لو في عندك مشكله في جزء معين في الفانل بتاعتك، فاهم؟ ازاي تفهم اصلا تقسيمه السنه. انت مثلا بنقسم السنه بتاعتنا، لو مثلا اندستري زي الفاشون، عندك البلاك فرايداي، عندك مش عارف راس السنه، عندك مش عارف ايه، الحاجات دي كلها لازم تبقى مفروده قدامك ومركز فيها، لان الاوقات دي اللي انت بتبيع فيها وبتعمل فيها فلوس، فاهم؟ فلازم تبقى مرتب لها، فانت لازم تبقى شايف الموضوع من منظور ابعد شويه او اوسع شويه. ده اللي هيميزك عن الذكاء الاصطناعي. ده كده اللي هيضمن لك مكانك وهيخليك تفضل موجود 100%. لان بمنتهى البساطه يعني رد كل حاجه للاصل بتاعها. هل الناس هتبطل تشتري؟ هل الناس هتبطل ان هي تسوق للمنتجات بتاعتها؟ لا، بس اللي بيتغير التول. حلو، فاهم؟ بس فلو انت ميديا باير ما تخافش طول ما انت بتتعلم وبتطور من نفسك، خاف لو انت لسه محطوط جوه الداشبورد انك ازاي تكريت كامبين.
خلينا ننهي باخر سؤال، وهي ماشي. نصيحه لاي حد مبتدئ عاوز يخش مجال الميديا باينج. ماشي. طيب النصيحة هتكون انك حاول دايما تتعلم، حاول دايما انك ما تعطلش على المعلومة، يعني ما تستناش ان حد يجي يديك المعلومة، حاول دايما انك تجرب كل حاجة، يعني ادخل العب جرب، يعني هي حرفيا انت بتقفل وبتفتح زرار، فما تخافش يعني، جمد قلبك شوية، واي حاجة تعطل معاك ابدأ ادخل اتعلمها، تستناش بس ان حد يجي يديك المعلومة. والنصيحة دايما في الشغل بقى مش في الميديا باينج بس، لو انت بدأت اي بيزنس او في الحياة عامة حاول دايما انك تطلع جزء لله مثلا. حلو. يعني صدقني الجزء ده هيفرق معاك جدا، يعني ده السكيل الحقيقي بقى، فكك من كل الكلام اللي احنا معاك قلناه. تجربة تحب تحكيها؟ يعني انا بشوف الموضوع ده في حياتي كل يوم بصراحة، يعني فاهم. انا دايما انا في واحد قال لي هو كان بيقولها بهزار، الكلام ده من سنين، يعني من 3-4 سنين. قال لي كده في وسط الكلام كلمة هي معلقة في دماغي لحد النهاردة، يعني يقول لك اللي فيها لله ما بتغرقش. حلو. هي ممكن تكون من بره كلمة عادية وبتاع، بس انت لما جيت افكر فيها يا فعلا اللي فيها لله ما بتغرقش. فدايما حاول تخلي فيها لله، وصدقني اي جنيه انت بتطلعه لله يعني بترد لك اضعاف، يعني اضعاف يعني مش شرط فلوس او الشرط في اي حاجه، بس ممكن بركه، ممكن رزقك، ممكن توفيق، فاهم. وده اهم حاجه، توفيق والبركه اهم حاجه. كده يعني كده انت مهما كنت جامد من غير توفيق ربنا انت ولا حاجه. بس جميل قوي، نصيحه قويه جدا. وكده نكون انتهينا من الانترفيو. عشان انا اتبسطت والله انا مبسوط قوي. انت مبسوط بجد؟ والله انا مبسوط بجد والله مبسوط. وقولوا لنا رايكم في الكومنتات، ولو حد عنده اي سؤال يساله تحت واحنا هنرد عليه، واحمد هيرد عليه. هرد ان شاء الله. بس ونشوفكم ان شاء الله في انترفيو جديد، والسلام عليكم.